طب ليه احنا بنعمل بحث علمي؟ ايه الهدف يعني من البحث العلمي؟ اول حاجة بنعمل تطوير النظريات. يعني ايه؟ يعني البحث العلمي بيساعدنا نفهم الظواهر من حوالينا، نفسرها. زي مثلا نيوتن لما شاف التفاحة وقعت مقالش يا دي تفاحة وراح واكلها، قالك لا، هي ليه الحاجة بتقع لتحت. من هنا بدأ يفهم الجاذبية، وده اللي خلانا نطور نظرية كبيرة جدا اسمها الجاذبية. تاني حاجة عشان نعمل بحث تطبيقي. يعني ايه؟ يعني نستخدم البحث العلمي عشان نحل مشاكل عملية، سواء في الطب، في الصيدلة، في الهندسة. يعني مثلا لو معايا دوايين، عايزة اشوف انهي دواء اكتر فعال اكتر، من هنا بنعرف نستخدم انهي دواء بطريقة احسن ونقلل الاثار الجانبية بتاعته. تالت حاجة حل المشكلات. في مشاكل على أرض الواقع بتحتاج حلول، والبحث العلمي بيساعدنا نلاقيها. زي مثلا مشكلة زي السمنة، مشكلة بيئية، نبدأ نبحث نفهم الأسباب. رابع حاجة فهم الظواهر المعقدة. في حاجات في العالم لحد النهاردة مش مفهومة 100%، زي أمراض معينة مش معروف سببها بالظبط. البحث العلمي هنا مش شرط يجيب الحل النهائي، بس ممكن على الأقل بيقربنا منه، وده في حد ذاته إنجاز. خلاصة الكلام، البحث مش بس للمذاكرة والشهادات، دي أداة قوية جدا بتغير العالم وتحسن حياتنا.